هم بيلتمسوا لنفسهم دايما، اللي هم اللي بيرتجلوا الكوميديانات بيقولوا ان احنا كوميديا، وبعدين كل كاتب النص بيبقى كاتب ده وعارف انه وحاطط في اعتباره ان النجم هنا ليه لازمات معينة يسيبها له هو، يبقى حر يعمل فيها اللي هو عايزه. لا ده عندنا في مصر بس يعني، لكن ما اعتقدش الكوميديا في العالم ان المؤلف يسيب لا، على عيني وراسي نتفق على افيه قبل ما يتقال بره كلنا، وهل ده جارح او مش جارح، هل هو في صلب الموضوع او خارج خالص. ما انا ممكن عشان اضحكك اقول لك اي حاجه لفظ ملوش علاقه باللي احنا بنتكلمه دلوقتي، ممكن اشتم وتضحكي، بس هتضحكي لمجرد قد ايه؟ ثانيه هتفكري انا ضحكت ليه، وهتلومي نفسك انك ضحكتي، وهلومك في المحل الاول. بس عموما الفن المرتجل ده فن يعني ليه برضو في مرتجل على مسرح، على بس مسرح. مش عندنا بس ده يمكن كان الدكتور علي الراعي كتب بالنسبه لعلي الكسار، وقال ان هو ليه اصول وقواعد وكل الحاجات لا دي. وفي مسرح في لندن برضو يعني يقفوا كده واي اكسسوار كرسي ويرتجلوا، بس يبقى معروف ان ده فن مرتجل، في اطار معين. ايوه يعني بيقولوا لهم انت ست متجوزه وجوزك طلقك وكذا وكذا وكذا، وارتجلي وقولي حوار مونولوج ده، يشوفوا ايه ابعاد الممثله دي في تفكيرها او في تصورها للشخصيه ده. على عيني بقى يعني، لكن مش كده. من المعايشه الطويله لفرقه المتحدين، الفنانه سهير البابلي ما حصلش معاها مواقف تقدر تحكيها لنا دلوقتي؟ هو حصل كتير قوي. طب نفتكر موقف او اتنين منهم. يعني كانوا بيحاولوا يضحكوني عشان يعني ابقى راضيه واديهم الافيهات بتاعتهم حلوه وما اغضبش عليهم، دي اول حاجه حقيقي. بس انا بحبهم، انا بحب الزميل، لكن داخل المسرح ما شغل. حصل مره ان انا اتنرفزت جدا فعادل امام قعد يقول، قلت له اسكت بقى، اسكت يا بهجت يا بصيري، بس يا بهجت يا بصيري ما سكتش. قلت له لو ما سكتش هقطع لسانك من لغاليغه. دي اول مره تتقال لغاليغه. انا مرتجله بالنسبه لي انا، من عشان اقول لك انا ارتجلت، والارتجال بتاعي جه فايده ليهم. اي ارتجال انا بقوله فاعدل لي للسقطه واللقطه زي ما بيقول، فده اللي يلقط ده وده يلقط ده، فكانت يعني ما زال لدرجه كنت بعمل ازاي، طب اهو مش قايله علشان في الاخر ما يقولوش خلاص بقت 5 ساعات الروايه، الناس بتروح الساعه 3. فامسك لي لغاليو. اولا اول ما قلتها انا ما حسيتش بنفسي، وقعت من الضحك، دمعت. عادل فتح الدرج وقعد يضحك، الجمهور بقى يسقف، احنا نضحك، الستاره اتقفلت 3 مرات. عادل بنباهته وذكائه الفني حقيقي ألف على لغاليغه ربع ساعة، بس مش في ساعتها، حسس أول يوم. تاني يوم ما قلتهاش جالي قال لي لو سمحت يا سهير قوليها. قلت له حاضر. كان حضر نفسه، فحسس كلمتين، حسس 3 لغايه ما قال جمعيه بقى وفراخ الجمعيه واللغاليغ والحاجات دي بقى كلها اللي خلت الصاله تفرقع. هتقطعوا له من لغاليغه؟ ايوه. انت جبت لغاليغه دي منين؟ ايه؟ هي الدكتوراه بتاعتك في اللغاليغ؟ كل واحد يخلي باله من لغاليغه. اي واحد لغاليغه هتروح منه انا ماليش دعوه، ولا بعد كده حاجه المدرسه واسيب لغاليغي في البيت. زي ما قلت له هقطعك نصين، دي برضو كل ده وبمسكه كده بيبقى زي الحته اللي هقطعك نصين. قال لي طب اتجوز ازاي؟ يعني في حاجات كده هتضحكيش، اصل دي حاجات طبعا لازم تضحك. ايه هتعملي ايه؟ هقسمك نصين من هنا. نصين من هنا اهو. طب اتجوز ازاي انا بقى؟ وعلى فكره لو شفتي مدرسه مشاغبين اول عرض لها في اسكندريه كانت ممتازه. هنا بقى كانت ممتازه ادبيا وماديا. الالتزام نسبيا كان فيها. كان نسبيا. الحته الاخرانيه اللي بتحولهم من طلبه مشاغبين الى طلبه جادين وبيحبوها جدا وكل واحد حبها في صورته، كانت دراما رهيبه. يعني ممكن تعيطي وتسقفي مثلا على طول. حصل تويست بقى رهيب ان وانا بعلمهم الادب هم اللي علموني الادب.